الفيلم ديالنا ماشي بحال كاع الافلام، بل فيه قصه مثيره وجامع ما بين الاكشن والدراما في نفس الوقت. فهذا الفيلم فرنسي من اخراج رومان غافراس، وكيحكي قصه عن العنف والصراع الاجتماعي في حي شعبي مهمش. الفيلم فيه توتر كبير واحداث مشوقه كتدور كلها حول الشباب والصراع ديالهم مع الشرطه في حي فقير. فيلا ندخلوا في احداث القصه. ما تنساش تخلي معاك ديك لايك وسبسكرايب وبارطاجي الفيديو، ويلا نكمل. القصه ديال الفيلم كتبدا من مقتل شاب ديال الحي على يد البوليس الفرنسي. هذا الحادث كيخلق ضجه كبيره في حي اتينا، والاخوه الثلاث ديال هاد الدرب اللي تقتل عبدول وكريم ومختار، كل واحد كيتفاعل مع الحدث بطريقته الخاصه. عبدول هو الاخ الاكبر، جندي سابق في الجيش الفرنسي. من بعد ما تقتل خوه الصغير ولا هو اللي كيسيطر على الوضع في الحاره وكيحاول يهدي الامور، ولكن هادشي صعيب بزاف عليه. كريم هو الاخ المتمرد، هو اللي كيشعل الفوضى في الحاره، كيكون مع الغضب والانتقام وكيقود المظاهرات بطريقه متطرفه. مختار هو الاخ اللي كيحاول يبقى بعيد على العنف. فمن بعد مقتل الشاب على يد البوليس كيتصاعد العنف في الحاره، وكتبدا المظاهرات والتمرد، والحي ولا ساحه معركه بين البوليس والشباب. فرغم العنف اللي كيكون في الحاره، كيبان صراع بين الاخوه الثلاث كيفاش يتعاملوا مع الاحداث. كل واحد عنده طريقته الخاصه في التعامل مع الوضع. فالنهايه ديال الفيلم ما كانتش واضحه بشكل نهائي، حيت كيبقى المشاهد كيسول في المصير ديال الشخصيات، وكيبان ان العنف والمشاكل الاجتماعيه باقيين مستمرين. وهذه النهايه كتخلي ان الناس يفكروا واش كاين امل في التغيير او لا في المجتمعات المهمشه. الفيلم كيركز على التفاوتات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كدير فوارق بين الشعب، وكتقود للغضب والعنف، وكتبين كيفاش العنف كيخلق دائره من الانتقام اللي كتدمر الناس والمجتمع. الفيلم كيستعرض الصراعات الداخليه بين الاخوه، وكيفاش ان كل واحد منهم كيواجه التحديات في وسط مجتمع قاسي. فالفيلم كيوضح بزاف ديال المشاكل اللي كيعيشوها الشباب في الاحياء الشعبيه والصراع اللي كيدور في المجتمعات المهمشه. فلو وصلتي لهنا ما تنساش تخلي معاك ديك لايك والاشتراك، والفيلم راه غتلقاوه في اول كومونتير.